عودة توهج النجم المغربي حكيم زياش تسعد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي قبل الكان. عاش النجم المغربي حكيم زياش بداية الموسم صعبة للغاية، حيث واجه تحديات كبيرة في العثور على فريق يمثله بعد تأكد عدم الاعتماد عليه من طرف مدرب تشيلسي الإنجليزي ووجوب مغادرته للفريق. وعانى زياش كثيرا قبل أن ينضم لصفوف غلطاسراي التركي الذي فتح له أبواب التألق من جديد. كان من المتوقع أن لا تكون بداية زياش مثالية بسبب غيابه عن المنافسات لفترة، حيث لم يشارك بانتظام مع تشيلسي ولم يجري التحضيرات اللازمة قبل بداية الموسم، الأمر الذي يعتبر أساسيا لأي لاعب من حيث اللياقة البدنية والتقنية. ومع ذلك تمكن زياش من استعادة مستواه في الفترة الأخيرة، سواء مع المنتخب المغربي حيث قدم أداء مميزا في مواجهة تنزانيا الأخيرة، أو أيضا مع غلطاسراي التركي حيث أبدع في مواجهة عصبة الأبطال الأوروبية أمام مانشستر يونايتد وسجل هدفين وصنع الثالث. ومن المؤكد أن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي سيكون سعيدا بعودة زياش إلى الواجهة واستعادته لتألقه في الوقت المناسب، خاصة وأنه ينوي الاعتماد عليه بشكل كبير في كأس إفريقيا بالكوت ديفوار، نظرا للإمكانيات الهامة التي يتمتع بها حكيم والتي تسمح له بخلق الفارق في أي لحظة من المباراة، خصوصا تسديداته المركزة وأيضا تمريراته العرضية المتقنة باتجاه منطقة الجزاء. فما رأيكم في المستوى الذي أصبح يقدمه زياش في المباريات الأخيرة؟ هل يبعث هذا المستوى على الاطمئنان بخصوص خط هجوم الأسود في الكان القادم؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.